السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع ومرحبا بالجميع في هذه القناة المتواضعة، قناة الحالكم، قناة النصيحة والمحبة وبناء العقول وبناء النفوس. هذا الفيديو نهضروا على بناء العقول وبناء النفوس. على كل حال هذا الفيديو غيكون خفيف ظريف، يعني ربما درناه على حساب ردا على ما جاء على لسان واحد كوميدي مغربي، لا داعي لذكر الاسم تاعو. كان هناك حفل رسمي في طنجة، ودار واحد الخرجه في شي محله، خرجه يعني كان فيها مسا بالكرامه ديال المراه المغربيه. ولهذا احبتي بالله تنقول الكوميديين، وهذه الرساله ديما تنقولها، هذه رساله الكوميديين المغاربه كلهم، انهم كلهم تيزرقوا. هذه راه تشارلو تشابلين على سبيل المثال، انا كنضحك عباد الله ما هضرش كاع، لان كانت هناك رسائل وعندما يغيب الابداع تولي التخربيق. ولهذا ان ربما يعني جبد كان تناول الموضوع ديال الفرحه ديال المغاربه بالانتصارات، يعني حسب لا كوب دي موند، وكان بحضور مسؤولين رسميين منهم وزراء، وتنظروا على ادب المجالس والاستحياء، ان الله يستحي. ولهذا احبتي بالله ربما كان مس بالكرامه المغربيه، لان قال لهم بكثره الفرحه بقيت تنتزوج بها، حشومه كاع، لا حشومه كاع، هناك ادب المجالس، هناك استحياء، الانسان يستحي. وكان خدشا بالحياء بالنسبه لي انا، كان بالاولى ان يعني تهضروا على الابداع، كان ربما يبدع يعني بوسيله اخرى باش يضحك عباد الله. ولهذا قضيه الضحك، تنقولوا الضحك على سبيل المثال، نضحكوا بيناتنا ما نضحكوش على بعضياتنا، المس بكرامه الاخرين. هنا كان مسا بكرامه المراه المغربيه. ولهذا كان هذا هو الرد ديالنا، وهذه رساله نوجهوها ليه، نوجهوا لهذا الكوميدي هذا، ونوجهوا كذلك كل الكوميديين المغاربه، الانسان يلعب في الحدود تاعو. على كل حال، لان كان هناك ربما اجتماع رسمي، ويعني كانت خرجه غير طبيعيه، ربما اعتبروا يعني كانت نتمنى ان تكون يعني زله لسان على سبيل المثال، او غاب الابداع ولا التخربيق، يعني وربما طاح في هذا الفخ ديال المس بكرامه المراه المغربيه، لان راه تنظروا للمراه راه هي امنا، هي بنتنا، هي اختنا. على كل حال هذه رساله للجميع، نضحكوا بعضياتنا، ما نضحكوش نضحكوا بيناتنا، ولكن ما نضحكوش على بعضياتنا، المس بكرامه الاخرين.